بصوا بقى، قبل اي حاجه، قبل ما نبدا نعمل هريسه الشطه وقبل ما نبدا نغسل فيها حتى، لازم نلبس جوانتي، لان لو ما لبسناش جوانتي ايدينا هتحرقنا وهتبهدلنا، يعني ايدينا نفسها هتبقى حرقانه، وعايزين نحطها في ميه بارده عشان نحاول نبردها، ومش هنقدر نطلعها من الميه البارده، وده اللي بيحصل معايا. ولو دعكنا بقى في عينينا ولا حاجه، عينينا هتبقى بقى ايه يعني حاميه جدا اجرك الله. فنلبس جوانتي الاول عشان نحافظ على ملمس الايد من الحميان ده، وبعدين ناخد دول ونروح على البوتاجاز. دول حوالي 7 كيلو، 7 كيلو فلفل احمر، فلفل زي اللي انتم شايفينه ده. ده الموسم بتاعه، الحقوا انجزوا بقى ايه وهاتوه قبل ما يخلص، ده الموسم بتاعه، ما تاخروش عن كده، حاولوا تعملوا دلوقتي للي بيحب هريسه الشطه. هاخدها ونروح الاول على الحوض نغسلها، واقول لكم بعمل فيها ايه وانا بغسلها. تعالوا بينا. بصوا اول حاجه بقى هعمل ايه، هاخد كميه كده حلوه في الطبق ده اهو، وهبدا بقى ايه اغسل واحده واحده زي ما انتم شايفين كده، ادعكها حلوه قوي. وانا بدعك هقطم، يعني هقطم العود الاخضر ده، هقطمه قطم كده بايدي بحيث تبقى كده، ومش هطلع بقى البذر اللي جوه ولا حاجه، يعني انا هشيل بس الجزء ده بحيث يعني يبقى هو كده خلاص. حتى اخلي الميه ضعيفه كده، لان كل واحده هدعكها لوحدها كده، مش كده مع بعضهم، لا، وكل واحده برضو اشيل دي عشان اشطف تحتها كويس. هخلص بقى كل الكميه كده غسل، وافركها كويس قوي كده بايدي، واشيل منها العنقود، ويبقى كله كده من غير العنقود، وارجع اوريكم هعمل فيهم ايه بعد ما نغسلهم حلو قوي. مش هنقعهم بقى ولا في ميه ولا في خل ولا في حاجه. طيب بصوا هنا، بعد ما غسلت كميه الفلفل كلها اهو، دي كده 7 كيلو بس، على بال ما شلت منها بقى العنقود وكده، هجيب بقى ايه، بصوا هعمل منها كذا صنف. يعني هجيب في الاول الجزء اللي انا هعمله ساده، الساده ده بقى عشان نحط منه مثلا ايه، ناخد معلقه من البرطمان كده ونحطها، يعني خلينا نعمل الاول وهقول لكم دلوقتي. الشطه فين اهو؟ الشطه خد. لا عايز شطه بودره. اجيبها لك ثانيه واحده. عامله كده برضو، بدأ كده ماشي، يعني انا ما دي 5، ما دي 5 اهي بس مقلوبه، يعني اللي يسقف ماشي. طيب بعد ما غسلنا كميه الفلفل كلها الشطه بتاعت محمد تعبتني، مش الشطه دي. غسلنا كميه الفلفل كلها اهو، هبتدي بقى ايه انا هعمل منها كذا نوع. صدق وشي حرقني، لا في حاجه في الشطه دي حاميه قوي. طيب دلوقتي بعد ما غسلنا كل كميه الفلفل اهي، دول 7 كيلو. يعني بصوا لو اللي في البيت كلهم بيحبوا الحاجه مشطشطه شويه، يبقى الكميه دي حلوه قوي وتقعد معاكم يعني سنه كامله من الموسم للموسم، لان انتوا عارفين الفلفل ده بيظهر فجاه كده وبيبقى كتير بقى وسعره حلو ومريح، وبعد كده بيختفي شويه يعني، او بيقل نوعا ما، وبندور عليه ساعات ما بنلاقيهوش. فدول 7 كيلو الكميه اللي انتوا شايفينها دي. بصوا المقص افضل حاجه بالنسبه للموضوع ده. هنمسك بقى الفلفل زي ما انتوا شايفين كده، انا غسلته وشلت منه العنقود وسايبه فيه البذر، يعني بصوا ما شلتش منه البذر اللي جوه. فهقصقص بقى واملى الكبه، وهقول لكم وهعمل منه كذا نوع، يعني هعمل منه انواع كتير قوي، بحيث يبقى كل نوع بناخد منه لحاجه معينه. عايزين نعمل كذا يبقى هناخد من البرطمان كل برطمان هنكتب عليه دلوقتي الحاجه بتاعته. فهاملى بس الكبه وهقول لكم هعمل اول صنف عباره عن ايه. عايزه اقول لكم عادي ان الصغير ده ممكن نحطه سليم زي ما هو كده. بصوا مليت الكبه بقى خلاص كده، هفرمه الاول، هديله فرمه حلوه كده. بصوا انا بحب افرمه ناعم خالص، بحيث لو خدت منه على اي صوص لحاجه ما يبقاش باين ان هو قطع كده وكتل كانه متقطع، لا يعني عايزاه يبقى مفروم ناعم خالص. بصوا هو كده ناعم معانا اهو، هقربكم عشان تشوفوه كمان. بصوا كده، بصوا ناعم شويه بس لسه يعني برضو يعني، بصوا هو ناعم بس لسه هحط عليه شويه ملح وهديله فرمه كمان هينعم تاني اكتر. بصوا كل كبه زي دي كده هحط لها حوالي معلقتين ملح من المعالق الصغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خليهم 3 لان المعلقه صغيره قوي.
3 معالق صغيرين من دي. هديها بقى ضربه كمان. بسم الله. بسم الله. ده كده اول نوع اللي هو ساده خالص، ما فيهوش اي حاجه في اي حاجه، يعني هو في شويه ملح بس. بصوا هي دي الفورمه بتاعته يعني اهو، يعني بصوا ولا يعتبر ناعم قوي ولا خشن قوي. ده كده ساده خالص ما فيهوش اي حاجه. تعالوا بقى هقول لكم هعمل فيه ايه. بصوا بقى هجيب برطمانات عاديه خالص خالص، انا مش مشترياها ولا خاصه بالفريزر ولا اي حاجه، عشان هدخلها الفريزر ومش هتفرقع ان شاء الله، زي ما فرزنا التوم مع بعض وبرده كان في الفريزر وما فرقعش. برطمانات عاديه خالص، يعني برطمان عسل فضي، برطمان مربى فضي، برطمان اي حاجه بقى، برطمان اي حاجه، مش برطمان حاجه معينه. هجيبه هحط فيه من تحت كده حوالي معلقه زيت، اي نوع زيت بقى، زيت ذره، زيت دوار الشمس، اي زيت. وهبتدي احط دي اللي هي الساده خالص اللي ما فيهاش اي حاجه. هبتدي بقى احط من الهريسه دي. بسم الله. بسم الله. الحاجه الغريبه ان انا ولا يعني الشطه اللي انا فضيتها لمحمد في العلبه كانت حامية عن الشطة دي، مش عارفة في ايه، عايزة ادوقها مش بس. بصوا انا مليت البرطمان اهو، بصوا شكلها بيفتح النفس. مليت البرطمان كده، هحط عليها برضو معلقتين زيت على الوش. بصوا انا ما قلبتش عليها زيت، حطيت بس من تحت ومن على الوش بس. عايزه اقول لكم ان البرطمان ده ممكن يقعد في رف التلاجة على الاقل 3 شهور من غير اي حاجه، عشان فيه ملح وعلى الوش زيت. وكل ما ناخد والزيت اللي على الوش ده يبقى اختفى، ممكن نحط برضو طبقه زيت بس، وممكن يتحط في التلاجة. بس انا بقى مش بحطه في التلاجة، انا بستكفي باني احط واحد بس في التلاجة اسحب منه والباقي في الفريزر، بما اني بحط كميه كبيره. هامله برطمان تاني ساده خالص وهوريكم عشان افرق بينهم بعد كده هعمل ايه. بصوا كده ده تاني برطمان ساده، هحط عليه برضو معلقتين زيت على الوش كده بس. شكرا. البرطمانين دول كده ساده، وهقول لكم هنعمل عليهم ايه دلوقتي، هنكتب عليهم قبل ما نشيلهم في الفريزر. تعالوا بقى نبدا في تاني نوع. بصوا اللي انا هعمله دلوقتي ده بقى بالنسبه لي يعني اهم نوع، لدرجه عايزه اقول لكم ان انا بفكر اعمل الكميه دي كلها، يعني اعمل الكميه دي كلها بالنوع اللي انا هعمله دلوقتي ده، وهقول لكم بعمل بيه ايه. ده بقى بيبقى تحفه 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 تحفه، مفيش احلى من كده. يعني الساده بنحطه في حاجات معينه، وده بنحطه في حاجات معينه، هقول لكم دلوقتي عليها. بصوا مليت الكبه هنا برضو اهو بفلفل مقطعاه، وهحط عليه ايه بقى، هحط عليه توم. هو بصراحه المفروض نحط توم عادي يعني فريش، عشان لسه الكل بقى هيتفرز مع بعضه، بس انا ما عنديش بصراحه غير اللي انا مفرزاه معاكم اللي هو ده. وبصوا لونه ابيض ازاي زي ما قلنا، ولا حصل له حاجه ولا اصفر ولا خضار ولا اي حاجه، عشان بطلعه وهو متجمد كده، باخد منه اللي انا محتاجاه على قد احتياجي بس، وبدخله تاني في الفريزر في وقتها في نفس اللحظه، ما بسيبهوش يفك، يعني ما بسيبهوش بره يفك. يعني بصوا انا مطلعاه دلوقتي حالا اهو، ولسه اهو كمان ايه، بصوا على وشه شويه تلج اهم اهم، شايفين؟ ف يعني ما بسيبهوش يفك خالص. فانا بصوا باخد منه كده بالسكينه، يعني بطلع كده اهو واخد منه كده بالسكينه على قد احتياجي. فانا هاخد بقى شويه توم حلوين هنا، عشان النوع ده من الهريسه بيحتاج توم. بصوا خدت شويه حلوين، مثلا حوالي مثلا لو بروس التوم كده هنقول مثلا حوالي 3 روس توم، يعني 3 روس توم. لو بالمعلقه مثلا ممكن يكون مثلا دول حوالي 4 معالق توم كبار مليانين، وممكن ازود شويه كمان. هخليه جنبي لاني لسه هعمل اكتر من واحده، عشان النوع ده بيبقى بالنسبه لي احلى نوع. المهم احط عليه بقى ايه، ملح. بسم الله. هكتر بقى الملح شويه، ليه؟ لان الخلطه دي بقى
اهم حاجه بعملها بيها هو حشو البتنجان المخلل. فهو المفروض بقى ايه؟ يبقى حايق. يعني انا ده هنحشي بيه بتنجان مخلل، يعني هيطلع من الفريزر على طول كده، ناخد في الطبق شويه يفكه ونحشي بيه. فهقول لقوا بقى على الوصفه دي سحر كده. يعني بصوا هقول لكم حاجه، في ناس كتير ما بتحبش البتنجان المخلل. لما دقت بقى البتنجان مخلل من ايديا قالت ان لا انا ما بحبوش بس عجبني يعني. والناس دي ذويقه يعني. فخدوا الوصفه دي كده وانتم مغمضين، خدوها واعملوها وانتم مغمضين. انا حطيت كده معلقتين ملح كده، ايه 3 4 5 6. ويعني بصوا المعلقه صغيره صغيره، يعني صغيره بضمير، مش قد حتى معلقه السكر اللي بنحط بيها سكر، لا اصغر. معلقه برضو صغيره تاني اهو، بصوا صغيره صغيره يعني اهي. هاخد بيها بقى كزبره ناعمه مطحونه. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 كفايه. واخد كمان كمون ناعم مطحون. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 كفايه. هناخد ايه بقى؟ عصفر. يعني بصوا انا عايزه اقول لكم حاجه، في فرق بين العصفر والزعفران. الزعفران بيبقى غالي جدا، الزعفران اللي هو مش البودر اللي احنا بنجيبه ده اللي كانه يعني لون، لا الزعفران اللي هو الشعر اللي زي ده كده. بيبقى في حاجه شبه كده اسمها زعفران، بس بتبقى يعني غاليه، يعني سعرها عالي، بنعمل بيها بقى حاجات معينه كده. لكن ده عصفر سعره مش غالي، يعني الحبه دول على بعضهم كده ممكن يكونوا مثلا ب20 جنيه مثلا او حاجه. الحبه اللي في البرطمان دول مش غالي ابدا ولا حاجه. هو ده شكله اهو، بصوا اسمه عصفر. خلاص هناخد منه مثلا يعني الكميه دي على حسب بقى الكميه اللي انا هعملها. فالكميه اللي في الكبه دي يعني ممكن اخد لها مثلا نص اللي في البرطمان ده. انا لسه عندي عصفر تاني في الكيس، يعني لما فضيت الكيس فهاخد نصهم عشان دول كده اعملهم في شفشق تاني او في دورق تاني يعني، واخد تاني برضو للي بعدهم. اخدين بالكم؟ عشان لسه ايه هعمل كذا واحد اهو كده. حطيت عصفر. هنجيب بقى ايه تاني هقول لكم دلوقتي. اغسل ايدي بس. بصوا هعصر عليه حوالي 7 ليمونات، يعني دول كده 7 ليمونات اهم مقطعوهم انصاص، حسب بقى حجم الليمون وفي ميه كتير ولا ما فيهوش. المهم اني اعصر عليه كميه عصير ليمون كتير كده حلوه. بسم الله. هناخد كمان بقى ايه 2 فنجان خل. بصوا يعني حاجه صغيره خالص كده قد اللي بنشرب فيها القهوه. يعني مثلا فنجان القهوه اللي احنا بنشرب فيه القهوه هعملاه مرتين، يعني 2 فنجان خل. بسم الله. بس ما يبقاش كبير قوي كده. بسم الله. بس ونفرم بقى. بسم الله. بس ولا اي حاجه تاني. بسم الله. بصوا بقى بعد ما نعمتها لونها مختلف تماما عن اللي من غير بقى عصفر. يعني بصوا العصفر مديها لون شويه برضو مخليها غامقه شويه، لكن التانيه كانت حمرا خالص. دي بقى تعتبر خلطه جاهزه ان انا اخدها احشي بيها البتنجان المخلل. يعني اي وقت اكون عايزه اعمل اكل وجنبه شويه بتنجان مخلل، المطلوب مني ان انا بس اسلق البتنجان، يعني مش هعمل اي خلطه ولا اضرب ولا افرم ولا اعمل حاجه. اطلع البرطمان من الفريزر، اطلع منه بالسكينه زي ما بتعامل مع التوم بالظبط، اطلع منه بالسكينه يفك بس كده في الطبق، وابتدي احشي بيه بقى. افتح البتنجان واحشي بيه. عايزه اقول لكم ان الكل بيشهد بالبتنجان المخلل اللي انا بعمله، فجربوها وانتم مغمضين. بصوا النوع ده اللي انا ببقى عاملاه مخصوص عشان احشي بيه البتنجان، ما برضاش احط له زيت. ليه بقى؟ لان انا البتنجان لما باجي اعمل بتنجان مخلل ما بقلهوش، في ناس بتدحرجه في الزيت، فانا بسلقه بس.
ما بحطوش في الزيت، والخلطه بتاعته مبقاش فيها زيت. ليه بقى؟ عشان لو في حد في البيت مثلا معين عامل دايت مثلا وما بياخدش الحاجه اللي مقليه ولا الحاجه اللي فيها زيت ولا الكلام ده، وعايز بتنجان مخلل، ففي الحاله دي ما فيهوش اي نسبه دهون ولا في الحشو ولا من بره، هو كده كده مسلوق، وادي الخلطه ما فيهاش اي حاجه تتخن، توم وفلفل وكمون وكزبره وعصفر وحاجات من دي، وما تخافوش ولا بيبوظ ولا بيجرى له اي حاجه يعني عن تجربه، لانه كده كده محطوط في الفريزر، فما تخافوش يعني. وبعدين في مواد حافظه كتير، في خل وده يعتبر ماده حافظه، وملح كتير وده ماده حافظه، وليمون، يعني خلاص هو كده مش ممكن يخسر. حتى يعني عايزه اقول لكم حتى لو حطيناه في رف التلاجة، مع اني انا ما بحطوش في رف التلاجة، بس بطلع منه على قد احتياجي. بسم الله. بصوا لو تلاحظوا طول ما انا شغاله لابسه الجوانتي ومش راضيه اقلعه، لان بصراحه عشان الفلفل ده لو حامي، مع اني لغايه دلوقتي ولا كحيت ولا عطست منه، انا كحيت وعطست وعملت عمايلي لما عبيت لمحمد علبه الشطه لما جه قال لي عايز شطه. لكن الفلفل ده لا ما فيهوش اي مشكله، مش عارفه بقى مش حامي ولا ايه، ولا يعني الحمد لله الحمد لله، يعني ربنا لطيف بعباده. بس برضو لازم نحافظ على ايدينا ونلبس جوانتي، عشان لو حصل وكان حامي هيخلي البشره تلتهب جامد قوي. بصوا عايزه اقول لكم على حاجه حلوه ومفيده جدا، يعني الورق ده بيتباع في المكتبات، الورقه تقريبا بجنيه ونص، يعني بصوا ده شكلها، وبيكون ليها لمعه زي ما انتم شايفين كده، يعني مش بتبوش ولا بيتمسح من عليها الكتابه لما بتخش الفريزر وتعمل تلج وتتبل بقى ميه، فالكتابه ما بتتمسحش عليها، فحلوه قوي بقى. وبعدين سعرها رخيص، ارخص من اللي بيبقى موجود فيها ايه مربعات صغننه صغننه كده جنب بعض، وفي نفس الوقت بيبقى الورق بتاعها من النوع اللي بيبوش، يعني بيبقى طري، بيبقى اللي هو الورق اللي هو ملهوش لمعه زي ده. يعني انتوا شايفين الورق ده عامل ازاي؟ ليه لمعه كده. بيتباع في المكتبات، الواحده انا جايباها بجنيه ونص، يعني هو جوزي اللي جايبها لي بصراحه بجنيه ونص. تمام. بكتب بقى الحاجه اللي انا عايزاها قبل ما ادخلها الفريزر، لان الحاجه بعد ما بتخش الفريزر شكلها ايه معالمها بتتغير، بس دول معالمهم مش هتتغير لو انتم ما عندكوش يعني الورقه او مش لاقيينها او يعني مفيش امكانيات تجيبوها. بصوا الهريسه بالذات من الحاجات اللي شكلها بيبقى باين، دي باينه انها ساده عشان حمرا ما فيهاش اي حاجه غير شويه الملح، لكن دي بقى بصوا عشان اللون العصفر والكزبره والكمون والخل والليمون مغيرين لونها، فما تقلقوش لونها بيبقى باين برضو حتى بعد ما بتجمد، عن تجربه يعني، حتى بعد ما هتجمد في الفريزر برضو هيفضل لونها كده، في فرق بينهم هما الاتنين. المهم انا هقصقص بقى الورق ده على قد الكتابه بقى اللي انا كتبتها، كتبت بقى هريسه ساده وهريسه البتنجان المخلل عشان ابدا افرق بينهم، عشان حتى لو مش انا اللي هستخدمهم والولاد مثلا او جوزي او اي حد هيجي ياخد من اي برطمان عشان يعمل اي حاجه في أي تحت اي ظروف بقى، ولو انا مش موجوده في المطبخ يبقوا عارفين يعني ان دي مكتوب عليها كذا ودي مكتوب عليها كذا. بتبقى حلوه في كده بقى موضوع الكتابه دي. بصوا قبل ما نلزق بقى الورق ده عليها، يعني انا طبعا انا يعني دخلتهم الفريزر شويه على بال ما عملت حاجه كده، ريحت شويه بصراحه يعني. فبصوا عاملين زي ما يكون مبلولين ميه، لازم اتاكد الاول ان المكان اللي انا هحط عليه الورقه اللزقه اكون منشفاه كويس قوي عشان الورقه تلزق، يعني عشان اللزقه دي تلزق، فانا هنشف كويس قوي كده اتاكد ان هو نشف والزق عليه بقى الورق. هحط دول بس هم اللي هريسه ساده، بصوا باينين حتى اهو احمر خالص، والباقيين دول لا. اهي تبقى شكلها كده بقى، ويبقى خلاص يعني اللي هيسحب من الفريزر هيبقى عارف البرطمان ده فيه ايه. بصوا انا كده خلاص حط كل برطمان حطيت عليه ورقه، دول كده هريسه ساده، ودول بصوا حتى من بعيد اهو باينين اختلاف اللون، ودول كده للبتنجان المخلل. طبعا هم انتوا شايفينهم كتير يعني، بس الاتنين دول يعني دول اصغر اتنين اهو، هودي واحد لمنى وواحد لماما، فدول بقى كده انا هشيلهم في الفريزر. وهقول لكم بصوا ده طلع يعني مش كامل، ده هسيبه في رف التلاجة استخدم منه عادي، وممكن يقعد معايا مثلا في رف التلاجة حوالي شهر ما يجرالوش اي حاجه، وممكن اكتر كمان والله، لانه زي ما قلت لكم فيه مواد حافظه كتير، يعتبر ملح وخل وليمون وحاجات كتير. فدول هشيلهم بقى في الفريزر وهرجع اكمل معاكم، انا لسه ما خلصناش بقيه الكميه كلها.
بصوا ده بقى اللي هو متبقي، يعني مش متبقي، يعني اللي هو برطمان مش كامل، هاخد منه شويه عشان خاطر ايه هحشي بيهم البتنجان المخلل ده. يعني بصوا بسم الله الرحمن الرحيم اهو. لما نيجي بقى ايه ناخد من الفريزر، بس هنطلع بالسكينه، يعني نطلع بسن السكينه كده الشويه اللي احنا هنحتاجهم نحشي بيهم البتنجان، ونطلع على قدهم بالظبط بحيث ما يتبقاش منهم حاجه. بسم الله. وفضل لما نيجي نعمل بتنجان المخلل نحط في حاجه ازاز، عشان الحاجه الازاز ريحتها ما بتفضلش فيها ريحه الثوم او التتبيل او الحاجه، لكن لو بلاستيك الريحه بتفضل فيها. انا بس سلقه هنا بتنجان وفتحاه ايه اما برد، فتحته كده بس نصين عشان ابدا احشي فيه. بسم الله اهو. مالك يا محمد؟ ماليش. مالك عايز ايه؟ لا بتفرج يعني. ماشي. عايز بتنجان مخلل؟ ده حاف كده بيبقى ايه جميل. بتهزر؟ لا بهزر، ايوه طبعا. اكيد. بصوا كل ما كانت الخلطه بتخلص كنت باخد شويه بقى من البرطمان، ويعني بصوا البرطمان انا بقول لكم يقعد شهر او اكتر في التلاجة، هو اصلا مش بيستحمل، يعني مرتين بتنجان مخلل وخلاص على كده، عشان هو ما كانش اصلا مليان. لما بيتبقى بقى مني شويه صغيرين زي كده ما برجعهمش البرطمان، عشان يعني البرطمان ما يخسرش لو هو قاعد عندي وقت طويل وما استخدمتوش. باجي بقى على الوش كده واقوم ايه موزعاهم. عايزه اقول لكم ان البتنجان ده بيبقى تحفه، مفيش حد هيدوقه من عمايل ايديكم الله لما يقول لكم ايه ده انتوا عاملينه ازاي، انا حبيته. بس كده البتنجان المخلل خلص. بصوا كل الكميه دي لسه باقيه، يعني البرطمانات اللي احنا شلناها في الفريزر دلوقتي وكل الكميه دي لسه باقيه. اكتشفت انها كتير بصراحه يعني. بصوا انا قبل ما اطلع انام شويه يعني واريح وارجع اكمل، شطفت الكبه عشان ما اسيبهاش فيها فلفل وتتسبغ والبتاعه دي كمان تتسبغ، ومع ذلك هي بصوا اخدت لون، يعني بصوا هي واخده لون شويه، يعني ما نطفتش كويس مع الشطف، بس يعني احسن من ما فيش. شطفتها الاول. المهم هملاها بقى تاني وهقول لكم هعمل فيها ايه. بسم الله. بصوا خلاص كده انا مليت الكبه اهو. هفرمها الاول برضو، احاول افرمها ناعم على قد ما اقدر. بصوا حاولت انعمها بقى على قد ما اقدر. فهقول لكم حاجه، يعني انا قررت ان انا هسيب الباقي، الكميه الباقيه دي مفرومه بس كده فرم ناعم، واحط عليها بس شويه ملح مش اكتر. ليه بقى؟ عشان خاطر استخدمها في كل حاجه. يعني مثلا دلوقتي انا بعمل تتبيله فراخ، ممكن اخد معلقه بقى كده تديها لون بينك كده حلو جميل. ممكن وانا بعمل مثلا تسبيكه للمكرونه اخد منها معلقه لو انا عايزاها مشطشطه شويه. للبتنجان بتاع ده، لا بتنجان اهو كل الحاجه بتنجان. للباميه لما اجي اعمل بقى باميه بطماطم بتبقى تحفه بقى، معلقه كبيره بقى مليانه مش معلقه صغيره، معلقه كبيره كده في باميه، في الصلصه بتاعه الباميه بتاعه الباميه الطماطم بتديها طعم تحفه. ممكن تحط في حاجات كتير قوي، صلصه الكشري المصري. ايه تاني، حاجات كتير يعني، كل حاجه فيها صلصه ممكن ناخد منها معلقه كده ونحطها فيها. فانا مش هحط عليها اي توابل بقى ولا اي اضافات، انا هسيبها بس كده، وهكملها زي اول برطمانين عملتهم اللي هم ايه فيهم ملح وبس. يعني كل حبه كده في الكبه هحط عليهم 3 معالق ملح وخلاص، 3 معالق صغيرين مش كبار بس. وهديها ضربه بقى بعد ما اتفرمت كده، وهحطها بس في البرطمانات. وهوريكم الكميه بقى اللي طلعت من ال7 كيلو بعد ما اخلص بقى فرم الكميه دي كمان. هوريكم الكميه اللي طلعت من 7 كيلو قد ايه كلها على بعضها. بصوا هي دي كل الكميه اللي طلعت من ال7 كيلو. يعني انتوا حددوا بقى وشوفوا هل هي كبيره عليكم ولا لا. لو هتطلعوا منها لحد، يعني لو هتوزعوا منها لحد يبقى هي هتبقى كويسه كده. فدي كده 7 كيلو من اول هنا كده. دول حتى بصوا لونهم باين ازاي احمر قوي، دول ساده، ودول كده للبتنجان المخلل. هطلع بس دول كده لمنى وماما، والباقيين دول كده ايه هشيلهم في الفريزر. ودول يتحطوا منهم على اي حاجه. يعني عايزه اقول لكم ممكن نحط منهم معلقه واحنا بنعمل المكرونه، معلقه واحنا بنعمل الباميه طماطم،
معلقه ممكن في التتبيله بتاعه الفراخ البانيه او شيش طاووق او الحاجات دي كلها بتدي طعم تحفه. حتى لو فراخ هنشويها في الفرن برضو ممكن نحط معلقه في الخلطه اللي هنحط فيها البصل والحاجه بتاعه الفراخ اللي هنحطها في الفرن. ايه تاني؟ ممكن صلصه الكشري المصري. ايه تاني؟ حاجات كتير قوي. ممكن كل حاجه فيها طماطم وصلصه نحط فيها معلقه من اللي هو الساده ده، مش اللي فيه بقى التوم، طالما احنا يعني لو الوصفه مش محتاجه مننا توم. لكن لو محتاجه توم ممكن، بس نخلي اللي فيه توم ده عشان فيه عصفر وليمون وخل وهو كده مظبوط حقيقه، وكمان البتنجان المخلل. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اسيبكم في حفظ الله واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.